تعرف ان انت لو سلفت حد 2000 جنيه ورجعهم لك بعد فتره كبيره قوي فانت ما خسرتش حاجه، مع ان نظريا الفلوس قيمتهم قلت. انت ما خسرتش حاجه لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان السلف يجري مجرى شطر الصدقه، يعني كانك تصدقت بنصهم، يعني كانك طلعت صدقه 1000 جنيه. متخيل؟ ولو اتاخر عليك في السداد، يعني كنتوا متفقين على ميعاد معين وكان معسر، يعني ما كانش معاه فعلا يدفع، ليك بكل يوم يتاخر عليك فيه صدقه. متخيل؟ كل يوم ليك بيه صدقه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من انظر معسرا او وضع له اظله الله يوم القيامه تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. وعارفين احنا كلنا الحديث بتاع الراجل اللي هو ما كانش بيعمل خير في حياته خالص غير ان هو كان بيسلف الناس، واللي كان بيحتاج مهله زياده عشان يسدد كان بيديله، والمعسر كان بيتجاوز عنه. ربنا عز وجل يوم القيامه يقول له نحن احق بذلك منك، وبيدخله الجنه بالعمل ده بس. فايه بقى؟ من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فلو معاك فلوس تسلف حد وانت عارف ان هو فعلا معسر ومحتاج فلوس وهيلتزم بالسداد، اوعى تتردد، فرصة من ذهب. انت شايف الثواب عامل ازاي؟ السلام عليكم.